من حقك انك تكتب الشقة باسم اولادك. طول ما انت عايش انت من حقك انك تتصرف في مالك زي ما انت عايز. طب ازاي يا استاذة انا هكتب الشقة باسم ابني القاصر واكتب عقد بيع واحط فيه ثمن من غير ما الورثة يرجعوا على الاولاد يقولوا والله لا ده سورية العقد ده مش مظبوط؟ لازم تحط طرف متبرع بالفلوس دي. يعني والدك اتبرع بالثمن، والدتهم اتبرعت ليهم بالثمن، عمهم، جدتهم، اي طرف بالغ عاقل عنده القدرة المالية ان هو يدفع المبلغ ده، انت بتحط اسمه في بند الثمن وتقول ان الثمن ده تبرعا من فلان الفلاني. ويفضل كمان انك تمضي الورثة شهود على العقد عشان ما يجوش بعد كده يقولوا احنا ما كناش نعرف بالعقد ده والعقد ده سوري. لا، ده انتوا عارفين العقد، والعقد كمان انتوا مضيتوا عليه وموافقين عليه. ساعتها محدش يقدر يجي جنب الاولاد ولا ياخد حق مش من حقه.